60 اورو الليله مهرسين الطوموبيل. ربيع السقلي تعرض لحادث سرقة في مدينة أمستردام في هولندا. هذه السرقة اللي صدم بزاف ديال الناس، والآن هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي. ديالنا اللي فيهم كلشي، فيهم فلوس، فيهم مناظر، فيهم كاين اللي عنده باسبور وكاين اللي عنده كاميرا، داوهم ملي كتمشي تهضر مع البوليس يقول لك ما عندنا ما نديرو لك، هكا ما عندنا ما نديرو لك، سير ديكلاري. الوغ كلشي ساد دابا، فاش قلبت جوجل كلشي ساد. الباركينغ هو هذا. وعلى حساب المعطيات اللي كتروج من الدولة، الحادثة وقعت في باركينغ غالي. موقف السيارات معروف بالخصوصية والأمان، ومن الأماكن اللي ما كتوقعش فيها بحال هاد الأمور. هاد الخبر نزل بحال الصاعقة على المتابعين ديالو، حيت ربيع السقلي مشهور ومحبوب ومعروف بالبساطة وبأنه بعيد كل البعد عن المشاكل، وكيحظى بمحبة خاصة داخل المغرب وخارجه، وحتى عند الجالية المغربية في أوروبا. دابا كلشي كيسول كيفاش وقعت هاد السرقة في باركينغ اللي آمن وغالي، وفين هو الأمن، واش الكاميرات كانوا خدامين، واش دخلت الشرطة ولا مازال. لحد الآن ما كاين حتى بلاغ رسمي كيأكد التفاصيل كاملة، واللي متداول دابا هو غير روايات في الانترنت. حنا كنأكدوا اننا كنقولوا هاد الشيء غير في اطار المتداول، وفي انتظار التوضيح الرسمي من الفنان ولا من جهات مختصة. في الأخير كنتمنوا السلامة التامة للفنان ربيع السقلي، راجين من الله يكون بخير وما يتعرض لحتى شي أذى، وإن شاء الله يتشدوا اللي داروا هذا الفعل ويتحاسبوا بالقانون. إلا بغيتي توصلك آخر المستجدات أولا بأول، ما تنساش دير لايك، تشترك في القناة، تخلي لنا رأيك في التعليقات.